الزمن رجع بيك 5 سنين ورا، إيه أول حاجة كنت هتغيّرها؟ هل كنت هتصلّح علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، والّا كنت هتبعد عن صحاب السوء اللي ضيّعوك، والّا يمكن كنت هتركّز في حلمك اللي ضاع منّك بسبب الكسل والإهمال؟ كلّنا جوّانا صوت بيقول يا ريتني ما عملت ويا ريتني ما حصل. ربنا سبحانه وتعالى حكى عن الندم ده وقال: يقول يا ليتني قدّمت لحياتي. لكن اللي فات خلاص مات، عدّى وخلص، واللي جاي لسه بيتكتب وبيتسطّر بإيدك وبأفكارك وبطموحك وبأهدافك. المهم هتفضل واقف مكانك ندمان، والّا هتغيّر عشان مستقبلك، هتحط رجلك على أول الطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاله شاب صغير وقال له: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فطبعًا الصحابة كانوا قاعدين فاتضايقوا، إزاي أنت بتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أو بتطلب منه كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما اتضايقش ولا اتخانق معاه ولا زعق له ولا كده، لأ خده بالراحة خالص وبالهدوء. قال له: أترضاه لأمك؟ فالشاب الغلام رد عليه قال له: لا والله يا رسول الله. قال له: طب أترضاها لأختك؟ لا والله يا رسول الله. في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم حط إيده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرشه. فخرج الشاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم وما عادش بيفكر في الذنب ده، ما عادش بيفكر في الحاجة دي، لأنه وضحت قدامه الصورة والرؤية. خد أفكار جديدة، دماغه اشتغل بطريقة مختلفة، فكر واتضح له الصورة بشكل أوضح وأفضل. القصة دي بتعلمنا إن التغيير ممكن في لحظة مع تغيير فكرة واحدة. كل حاجة بتتغير والقرار بيكون واحد وصادق. وكمان في قصة سيدنا كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، عاش فترة من أصعب الفترات، قعد 50 يوم معتكف ما بيخرجش. الناس ما بتكلموش، الناس بتبعد عنه. نزل عليهم آية، ربنا تاب عليهم بعد ما صبروا ورجعوا واستغفروا وندموا على اللي هم عملوه. انت كمان تقدر من اللحظة ومن الدقيقة ومن الثانية دي تقدر تتوب لربنا سبحانه وتعالى وترجع له وتستغفره. باب التوبة مفتوح لحد آخر لحظة، بس انت امتى هتبدأ؟ اللحظة دي هي بدايتك، ما تقفش وما تستناش. يعني انت مهما عملت مهما اتحركت ومهما أذنبت، باب التوبة مفتوح، ما تقفلوش على نفسك. بس تعالى معايا واسمع الآية دي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو عاوز ربنا يغير حالك ويحولك من حال لأفضل حال، لازم انت تبدأ. قرب لربنا سبحانه وتعالى خطوة قدم. ابدأ فكر بإيجابية، ابدأ فكر ازاي تقرب لربنا، ازاي تكون شاب صالح، ازاي تكون حد الناس بتحبه، ازاي تكون حد قريب من ربنا سبحانه وتعالى. صدقني ربنا سخر الكون كله ليك انت. انت اللي بتبعد عن الصح، انت اللي بتبعد عن الصواب. ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يطهر قلبك ونفسك. نفسك الأمارة بالسوء، الشيطان مش صعب، الشيطان هتستعيذ منه بالله هيبعد وهيمشي. المهم نفسك الأمارة بالسوء هي دي أساس كل حاجة. انت ابدأها، انت ارويها، اروي الخير عندك، اروي الصلاح، اروي الحاجة الطيبة في نفسك، هتلاقي نفسك بتروح لوحدها للصواب وللصلاح. اسأل نفسك عمرك بيضيع في ايه؟ انت عارف ان شبابك مش هيتكرر؟ انت عارف ان زهرة حياتك مش هتتكرر؟ انت عارف ان مستقبلك مش هيستناك؟ ابدأ دلوقتي، ما تقولش بكرة. ابدأ بخطوة صغيرة، قوم ركعتين قيام لله سبحانه وتعالى، مكالمة صلح بينك وبين حد انت مقاطعه، اقرأ صفحة قرآن في اليوم، أو حتى قرار توقف عادة سيئة أنت مستمر عليها بتبعدك عن كل الصلاح وبتبعدك عن ربنا وبتبعدك عن الخير كله. اللهم ارزقنا حسن استغلال الأوقات. اللهم لا تجعلنا من الذين يقولون يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. اللهم بارك في أعمارنا واغفر ذنوبنا واهد شبابنا لطريقك المستقيم. اللهم اجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، واختم لنا بخير يا رب العالمين. ابدأ تغير دلوقتي، ابدأ عمر جديد، ابدأ مستقبل جديد من دلوقتي، من اللحظة دي. ما تستناش وما تسوفش وما تقولش بكرة ولا دلوقتي ولا كمان شوية. حالا قوم وابدأ استغفر، صلي ركعتين لله، قوم اقرأ قرآن، قوم وابدأ. العمر بيعدي، مش هيستناك، القطر ما بيستناش حد.